شوف اللطف يا أخي، رب العالمين جل في علاه يضحك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه كلاهما يدخل الجنة. قال أهل العلم إن المعنى أن أحد الرجلين يكون كافرا، فأثناء القتال يقتل مسلما فيموت ذلك المسلم شهيدا، ثم هذا القاتل يدخل في الإسلام ويموت شهيدا، فكلاهما أحدهما قد قتل الآخر ويدخلان الجنة فيتقابلان ويقول أنت اللي قتلتني، ومع ذلك قد أزال الله تعالى ما في قلوبهم من غل فهم إخوان على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فهؤلاء يضحك ربنا عز وجل منهم. الله أكبر. فينادي المنادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يزحزحنا عن النار؟ فبينما هم على ذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا بالجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرق عليهم من فوقهم، قد أشرف عليهم من فوقهم، فيقول: يا أهل الجنة سلام عليكم. الله، ربنا بيسلم على أهل الجنة: يا أهل الجنة سلام عليكم. فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيضحك لهم ربنا. اللهم اجعلنا ممن تضحك لهم يا رب. فيضحك لهم ربنا ويقول: يا أهل الجنة هذا يوم المزيد فاسألوني. فيبكي الرجل ويقول: تسخر مني لأنك رب الأرباب. أنا كنت في النار من شوية ويا دوب طلعت وقفت عند شجرة وخدتها بالمحايلة والدعاء، وبعد حب الشجرة اللي بعديها برضه، وبعد كده وقفت على باب الجنة، بقى لي واقف كم سنة هناك، وفجأة كده أخذ ده كله، أخذ هذه الجنة اللي أنا شايفه ده كله، وهذه القصور وهذه وعشرة أمثاله. فيبكي ويقول: أتسخر مني وأنت لأنك رب الأرباب؟ فيضحك الجبار عز وجل. فهنا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فيضحك أبو سعيد، وهذا حديث مسلسل بالضحك، لأن الله تعالى ضحك، وكما قال أحدهم لما سمع هذا وغيره قال: أويضحك ربنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. لما ربنا بيضحك إن شاء الله هتعدي، يبقى خير إن شاء الله، لكن نأخذ الأسباب ونعمل يعني ونحسن الظن بالله.